مؤخرا شفت مجموعة إعلانات كده الحملة، وكان في جدل مطروح عنها على موضوع التصميم وفكرة الكتابة والفراغ وكده. معلش بقى، بما إن ده تخصصي البحت وأنا بتكلم في تخصصات تانية كتير، فكان من أولى إن أنا أقول رأيي في الموضوع ده. فما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ في التفاصيل. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ موضوع الحملة التصميم اللي موجود ده أثير عليه جدل كتير قوي، بداية من الناس اللي علقوا على إن التصميم مش مناسب أو فيه أخطاء، وتكملة بالآراء اللي ابتدت ترد على الكلام ده. فبالتالي أنا بما إن أنا واحد بقى من التخصص ده، التخصص الدقيق، حبيت إن أنا أقول رأيي، ولكن أقول رأيي بشكل كامل. صحيح إن أنا دلوقتي مش في حلقة نقاش يعني عشان أسمع رأي الناس ونعلق عليها وأوضح لهم النقط اللي هم بيعلقوا عليها، ولكن أنا هتكلم في المجمل. التصميم ده صح ولا غلط؟ مناسب ولا مش مناسب أو كده؟ إذا كنا بنتكلم على إن التصميم مفروض يبقى محتوي على الشكل الجمالي في المقام الأول، وثانيا على الدور الوظيفي، فالتصميم ده يعتبر كليا غلط لنفس الأسباب اللي الناس قالتها. ما ينفعش إن التصميم اللي أول دور يبقى موجود فيه حاجة غير صالحة للقراية. لازم تبقى عارف إن في مواصفات خاصة بكل حاجة، يعني ما ينفعش حاجات تتنفذ على حاجات تانية. الحاجة اللي ممكن تتنفذ على المطبوعات اللي هي المقروءة زي المجلات، زي الحاجات اللي ممكن الواحد يمسكها في ايده ويقربها ويقراها بدل المرة مرتين عن قرب، عمرها ما ينفع تطبيقها على الحاجات اللي بتتعمل في الأول دور. ودي قاعدة متفق عليها كليا. ولكن المشكلة في الجدال اللي الناس ابتدت تعلق وتبرر على اللي موجود ده. من الآخر أنا حتى مش هخش في موضوع تفسير أو تبرير النقط اللي هو بيتكلموا عليها، لأن هو في الآخر الآراء كلها اللي بتتكلم على إن الموضوع ده عادي، من الآخر كلها آراء جدلية ملهاش أي لازمة. زي بالظبط الطالب اللي بيعمل غلطة في الامتحان والدكتور بتاعه بيقول له إن دي حاجة غلط، فيبتدي يقعد يبرر ويبتدي في تأليف نظريات علشان يثبت صحة كلامه. ولكن في الواقع ده ما هو إلا تبرير بس للحاجة اللي هو عملها، ومش عايز يعترف بأن هي غلط. القاعدة هنا بتقول إن لا يصح إلا الصحيح. هنا إحنا مش بنحجم الإبداع والتجديد في أي حاجة، بالعكس، التصميم عامة أو الفن متاح فيه إن أنت تعمل كل حاجة أنت عايز تعملها، ولكن الجزء الجمالي لا يصح إن هو يتخطى الجزء الوظيفي في العمل. يعني من الآخر كل حاجة قدامك ليها هدفين. هدف رقم واحد هو الهدف الوظيفي. يعني انت مش هقولك لو بتصمم بوستر، هكلمك في ان انت بتصمم عربية. العربية دي الهدف الوظيفي بتاعها ان هي تنقل الناس من المكان الفلاني للمكان الفلاني. لازم تكون متصممة بأحسن شكل يأدي الغرض ده. يجي بعد كده الشكل الجمالي بتاعها، ان هي تصميمها عامل ازاي، الراحة اللي فيها، الانسيابية، كل الكلام ده. ولكن تخيل ان انت عملت العربية شكلها مريح جدا وحلو جدا، ولكن ما بتأديش الغرض الوظيفي بتاعها، ان هي تشيلك انت والعائلة وتنقلك من مكان ألف لمكان ب. يبقى بالتالي ضاع خالص الغرض منها. لو هي العربية دي الغرض منها ان هي تبقى انتيكة او تبقى اساس في المنزل، مفيش مشكلة. يبقى هنا هي الغرض منها ان هي تبقى اساس، مجرد منظر جمالي تقعد وتستريح فيه وتمدد وكده. ولكن لما يبقى الهدف منها هو النقل، يبقى رقم واحد هو الهدف الوظيفي، يليه بعد كده كل اللي انت عايز تضيفه. كذلك الإعلان لو ما كانش محقق الهدف الوظيفي بتاعه، وانه يبقى واضح، وانه يبقى مقروء، وانه يبقى مفهوم، وان كل حاجة فيه تكون بتأدي غرض، يبقى بالتالي هو محققش الهدف بتاعه. مهما كان شكل الإعلان جميل جدا، ولكن مش محقق الهدف منه، يبقى بالتالي ملوش أي قيمة. فما بالك احنا اصلا بنتكلم على تصميم يعتبر متواضع، مفهوش ابداع، ما حصلش، مفهوش اي حاجة ما اتعملتش قبل كده، مجرد تصميم، مجرد تقسيم مساحات، مفيش اي حاجة مختلفة عن اي حد ممكن يعملها، ملوش اي خبرة في المجال. فاضيف عليهم كمان ان الحاجات اللي موجودة مش مأدية الغرض بتاعها، يبقى من الاخر في مشكلة كبيرة
مش مستاهلة حتى ان انت تبذل مجهود وتقعد تبرر الحاجة دي اتعملت ليه، ولا الوزن ولا كل الكلام ده. كل الكلام ده في الاخر مش هيحل مشكلة ان الهدف من الاعلان هو انه يوصل الرسالة بتاعته. لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعملها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد تتابع الحلقات الجاية. شكرا.